السلام عليكم. اليوم جبنا لكم واحد الفلفله تبارك الله رائعه طويله. هي فينا ديك الفلفله الطويله الحمراء، دابا راه موجوده في الاسواق بكثره ورخيصه، 100 ريال الكيلو، 80 ريال، 4 دراهم، داكشي اللي بغيتو نتوما. والصراحه ما عاديش تندموا عليها. يكملوا معكم الطريقه ديال الشوي باش كي كندير نشويها، وعلى حسب الماء هي عادي نشويها وما عاديش نقيسها بالماء، ونفس الوقت عادي نرقدها بالماء. عادي ما نقيسهاش بالماء ملي نكون كنشويها، ما نقيسهاش بالماء ملي نكون كنقشرها، ونفس الوقت عادي نرقدها في الماء. وعادي تعرفوا علاش تقولوا كيفاش زعما شواتها، ما قشرتها بلا ماء وعادي نرقدوها في الماء. دخلوا معايا الفيديو وكملوا معكم الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. وراه كاينين شي اضافات فيه وشي معلومات راه عادي تستافدوا على هذه الفلفله هذه، وما عاديش تندموا، عادي تحتاجوها للفطائر وبزاف د الوصفات. والصراحه راها كتجي زوينه. ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش معكم البارطاج للخوت والاحباب ان شاء الله، كل شيء تفيد الفائده على كل شيء. ونتمنى الله ان شاء الله بارطاجيو معكم. ما تنساوش معكم الاشتراك، راه كاين الجديد، كاينين الحويجات زوينين بحال هكا كينفعوا ونفس الوقت يعني مزيانين. وعاونونا ان شاء الله باش الفيديو واحد اخر عاوتاني ان شاء الله حتى هو فيه ما يفيد في هاد الوصفات هادو. ونتمنى من الله يعجبكم، ما كنتش طولت عليكم. ودخلوا معايا، راه هاد النهار مصوره كلشي غير على الارض. يلا دخلوا معايا الفيديو ونشوفوا شنو غادي نديرو. المهم جيت حفرت واحد الحفيره هنايا وغادي نشعل العافيه. يعني هاد النهار ما كان لا طاوله العمل لا والو، غير الارض، طاوله تاع الارض. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا. جبت انا شويه هاد الفلفله، غادي نشعل دابا ندير الفاخر ونشعل العافيه مزيان. وملي تشعل ان شاء الله نشوي الفلفله. صافي هي بعد ما زدت غادي نزيد نشعلها شويه مزيان. ما خصنيش تكون العافيه مجهده باش تشوي على خاطرها هاد الفلفله. ومن الاحسن نشويوها على الفاخر، ولا درتو هكا العواد وطاح لكم داك الجمر شويو عليها، ولا ديروا الفاخر اللي بغيتو. انا كنفضل احسن الفاخر احسن من الغاز. الغاز كيخلي فيها واحد الريحه وما كتجيش مزيانه. المهم كي تبغيو، الا بغيتو الوصفه تخرج معكم مزيانه ولذيذه وتحبوها مزيان، هي الفاخر. غادي نشوي هاد الفلفله هكا على النار هاديه. المهم الفاخر ما يكونش مجهد وداك الشيء تبقى طيب مخطوفه. انا كنطوي كان عفوا كنشويها على نار هاديه صافي. وكان ما كتبغي تنطفى واحد الرابوز عندي ديال الجدود قديم، كنبقى نصوت عليها وهي كتنشوى. الحبه اللي تشوات كنديرها في البلاستيك هكا، في واحد بلاستيك غذائي باش كتعرق معنا، باش ما نحريوهاش كاع بالماء، غير بحال هكا. واللي درتها نلوي البلاستيكه باش تبقى رطبه معنا، باش القشره دغيا هي اللي كتزول. كملوا الفيديو، ما تقنطوش معنا ان شاء الله. وعادي يعني فيديو مهم هذا، ماشي يعني شي وصفه غادي تحتاجيها الصراحه، غادي تحتاج. صافي الفلانيه تقريبا كملتها صافي باش ما تطفاليش العافيه. قلت ما عنديش نضيعها، جبت واحد المرويطه درت فيها الماء يطيب. هذا الماء غادي نحتاجو من حتى الاخر، دابا نوريكم علاش غادي نحتاجو. صافي الفلفله غادي نبدا نقشرها غير بشويه، هذه دغيا كتزول. ما نقيسهاش كاع بالماء حتى يدكم ما تفزقوش، ديروا غير واحد الشطيطه حداكم، بقاو تمسحوا فيها يدكم باش ما يقنطكمش داك القشور. صافي غادي نبقى نقشرها هكا كلها، تنقشرها نحيدها حتى بقات شي قشيره ما عليهاش كتبقى فيها ديك الريحه ديال الدخان. كنحيد لها الزريعه ونحيد لها داك الراس ديالها هكا. صافي كنمشي هكا كنستمر حتى كنسالي. المهم الماء ما تقيسوهاش بالماء. صافي تقريبا انا كملتها. صافي بعد ما حيدت لها داك الزريعه وداك الشيء نقيتها مزيان. دابا غادي نجيب، غادي تبقى الاضافه ديال الماء. وهنا تصنتو معايا مزيان. الماء الا كان دروبيني طيبوه يغلي مزيان وطفيو عليه وخليوه حتى يتصفى من داك الكالكير وداك الشيء، وحيدوه ويبرد مزيان معاكم وعاد نخدموا به. انا دايره هنا الماء د العين، العوينه د الله اللي كتخرج من واحد الجبل عندي هنايا، ولا الماء د البير اللي بغيتو، اللي عنده الماء د البير اولا الماء د العين. انا درت عندي هنا الماء د العين، ما احتاجيتش نطيبوا داك الشيء. ولكن نتوما الماء د الروبيني ضروري هنا فاش غادي تبقى خصكم طيبوه.
والفلفل علاش قلت لكم انا ما تقيسوهاش بالماء، باش لداك الماء هي براسها كتطلق واحد الماء من الداخل، داك الماء هو اللي غادي يخرج، ولكن خص ضروري الماء يكون طبيعي، اما د البير اما د العين اما الطيبون، ما يكونش الماء د الروبيني. عارفين الماء د الروبيني فيه داك المواد اللي كيزيدوا في الماء، ما كيضيع لنا الحاجه. تبعوا هاد الطريقه هذه اللي قلت لكم انا ان شاء الله، وغادي تنجح معكم، والفلفله غادي تبقى لكم لمده عام، وحتى هي كطول وهي كتزين. صافي غادي نجيب الثومه، غادي بقشوره هكا، غادي نتقبها. راني واخا هدرت بزاف راني وريتكم الطريقه باش تفهموا. صافي غادي ندير هاد الثومه 3 الفصوص في القرعه. انا كندير بالقرعه ونحط هكا المقدار وصافي. 3 4 داكشي على حسب، لا كانوا كبار نديرو غير 3، ولا كانوا صغيورين نديرو 4 ولا. صافي الثومه من الأحسن تكون بالقشور ديالها. صافي غادي نجيب داك الورق ديال سيدنا موسى، حتى هما هادو غسلوهم، راكم عارفين غسلوهم ونشفوهم ومن بعد خدموا بهم. صافي كندير شي جويجات هكا باش كيطلقوا المذاق زوين. غادي نزيد وحده اخرى، حيت راه التالي اللي بقاو غير هادو، التالي اللي بقاو عندي في الطاسه هما اللي مهرسين ما عليهمش. صافي غادي استغفر الله. غادي نجيب دابا القزبر يابس، قزبر زريعه، من الاحسن غسلوه نتوما بنهار، ولا هذا غسلوه ويبسوه ونشفوه مزيان. علاش؟ ولا غير غسلوه ونشفوه مزيان، ربما يكونوا ديك اللي كيبيعوا كيديروا فيه الدواء وداك الشيء من الحشرات من هذه. نتوما غسلوه، ديروا واحد المعلقه صغيره هكا، تقريبا معلقه صغيره ولا نص معلقه صغيره، ديروها في القرعه هكا، وحشيو داك الشيء، داك المواد تدخل داخل الثومه والقزبر وداك الورق سيدنا موسى، وسدوه عليها مزيان. غادي نجيب واحد الليمونات، انا عندي الليمون هنايا بلدي مازال صغيور عاد كيكبر، غادي ندير تقريبا واحد 2 دريجات هكا. اي ليمون حامض، اي سيترون عندكم، الا كان داك الليمون كبير ديروا غير واحد مورسو هكا وصافي، غير واحد الدائره رقيقه وصافي، ديروهم رقاقين، ما ديروش بزاف. انا حيت هذا ليمونات صغيورين ومع بلديين مجاهدين، الريحه ديالهم تبارك الله طالقه. صافي دابا غادي نكمل القرعه الجوجه، حتى هي غادي نديرها نفس الطريقه. الا عمروا بالماء نقصوا منهم شويه، نعم حيت عمروا لي راني نقصت شويه. صافي غادي ندير الثومه، ورقه سيدنا موسى، شويه ديال هذا الليمون حامض، صافي شويه القزبر. قلت لكم القزبر غسلوه ونقيوه مزيان ونشفوه. واحد قطيره تقريبا معلقه ديال زيت الزيتون ديروها من الفوق، ولا ما كانش زيت الزيتون ديروا الزيت عاديه، غير باش ما كيدخلهاش البرد وصافي. صافي هذيك المرميطه اللي درتها قبيله انا طيب، هي اللي غادي نخليها دابا طيب واحد الشويش هنايا، باش كتعقم وكتبقى معكم مده طويله ما كتضيعش. المهم تبعوا هاد المراحل هادو. انا كنصوت بالرابوز حيت العافيه شويه بدات راكم عارفين كتبغي تطفى. صافي انا هي مجرد ما غادي يغلي هذا، غادي نخليه شويه باش ندير الغدا ديالي، حيت هاد النهار راني قياله هنايا في الجريده. صافي مجرد ما يغليو شويه، تغلي واحد ربع ساعه وصافي نحيدهم. صافي تقريبا دابا غادي نحيدهم بركه عليهم. غادي نقلبوها هكا على المغطيه باش ينزل القزبر يطلع على الفوق القاع ديال القرعه، باش يبقى تما، باش كيطلق الريحه زوينه. راكم عارفين القزبر يابس فيه ريحه زوينه، وديك القزبر الصراحه حتى هو كيجي زوين. والله شي اختار كنبقى نديرو هكا في السوبا ونديرو في. صافي كنديرو هكا هما القرعات ديالنا اللي بقات لي واحد الفلفلات ما شدوليش القرعه تاع مارو، غادي نديرهم واحد، ندير بهم واحد الشيء وغادي نتغداو بها هاد النهار هنا نكملوا النهير ديالنا. تبارك الله كي كيجيو الصراحه كتجي زوينه وكتبقى معكم مده عام، وما تحتاجيش تشري داك الفلفله مرقده، راه كتباع بواحد الثمن باهظ في المكازات، وانتم صاوبوها بيدكم، يعني ما غالياش بزاف، وراه غادي تنجح معكم الوصفه ان شاء الله. هي تبعوا الطريقه وكملوا، اللي وصل لهنا راه كمل الفيديو. نتمنى من الله ان شاء الله تعجبكم. صافي غادي ندير هنا انا واحد المقيله، غادي نوجد شويه الغدا. هذا اللحم هذا راني كنوجدو كنصاوبو بيدي، الا كان عندكم الغرض به قولوها لي ان شاء الله. راني وجدته انا حسب رمضان، وهكا كيصلح لي للطبيعه. صافي غادي ندير واحد شويه ديال الزيت، غادي نجيب داك الفلفل اللي بقات لي ما تهزتليش في القرعه، غادي نقطعها هكا باش نوريكم الوصفه اللي كندير بها انا هكا. صافي غادي
غادي نجيب هاد الشرائح د اللحم مشرمله، هادو راني كنصايبهم. قلت لكم الا كنتو باغيينهم قولوها لي في لي كومونتير ونشوف ان شاء الله نحاول نصايبو معكم. ما كنساليوش دابا حنا هنا شويه في الجردار كنخدموا شويه، ما عنديش الوقت. هي هكا مره كنخطف معكم داك الفيديو صافي. ايوا نكملوا هذا النهار معكم، نكملوه معنا الروتين هذا النهار الجردة. ها الفلفله حدانا هنا كترقد، بقى شويه حنا غادي نديرو به الغدا. صراحه هذا اللحم كيجي زوين احسن من الكاشير. صافي غادي ندير نفقي واحد البيضات فوق هذيك الفلفله. وهذيك الفلفله على علم معها هي كطول وهي كتزيد تحمر. ملي كتكوني كتقشريها كتمشي الحموريه ديالها كتنقص شويه، ولكن راه مع الوقت ملي درتها في القرعه كتولي حمراء. دابا شي نهار اللي درت بها شي وصفه دابا نوريها لكم. ايوا كتبوا لنا الا كانت شي اضافه ديروها لنا في لي كومونتير ان شاء الله باش حنا نشوفوا. كاين شي حوايج كان يعني تبغيهم نتيا وانا طالعه لي فرص كنديرهم ديما، وتقدر الخوت يكونوا محتاجين بهم قولوها لي ان شاء الله. الوصفات اللي عجبوكم غير طلعوا لنا شويه القناه تطلع تزيد شويه للقدام. راه كاين ما يفيد فهاد الحويجات هكا بساطين وزوينين. صافي كندير زبيتنا فوق داك البيض، شويه الكورنيش وداكشي على حسب اللي عندك انت في الدار واجد وصافي. تقريبا ها هو وجد. تبارك الله واحد وجبه خفيفه يعني في هاد النزهه. هاد النهار راني درت الفيديو نتاع الفلفل ودرت الغديوه ديالي، وانا غادي ندير دابا واحد البريد فوق داك الجمر. مازال الفخر عندي فيه مازال سخون. غادي ندير واحد البريد تاعي هي هذيك نتغدى ويكون واجد. غير ديك البراد ها هو فينا. زودنا شويه النعناع، درنا البراد يطيب صافي. غادي نوجدو اتاي دابا غادي نتغداو في الطبيعه هذه. تمنيت لكم ان شاء الله شي خريجه بحال هكا وتشويو الفله برا بشي طبيعه ان شاء الله. غير المهم ني تساليو وتطفيو العافيه ما تخليوهاش، حتى ديروا عليها الماء وكبوا عليها الماء وكبوا عليها التراب الله يحفظ باش من الحريق وصافي. صافي ها كويز داتاي وجد بعد ما تغدينا. درنا هاد الكويز داتاي وقبلوا علينا راه درنا غير الصبر في الارض. هاد الرابوز راه قديم، الرابوز ديال الحديدان. دابا غير كنضحكوا صافي راه المهم ها كويز داتاي ان شاء الله نتمناه لكل واحد. ايوا صافي درنا شويه الزريعه وغادي نكملوا النهير ديالنا ونطلعوا. ونتمنى لكم الصحه والسلامات، الى اللقاء. وما تنساوش معكم هذه القناه زيدوا دعموها معكم شويه لقدام، ولكم الشكر. ونتمنى التوفيق للجميع، الله يوفق كل واحد اللي بغى شي حاجه كيتمناها الله يوفق فيه ان شاء الله في هذا رمضان. ويحاولوا يوجدوا هذه الفلفله على سيدنا رمضان وعلى الابواب. يلا مع السلامه.